الدراسة اللي هضرتي عليها كتحاول تفهم السر ديال الناس اللي كيعيشوا أكثر من 100 عام المعمرين وكيفاش الجسم ديالهم كيبقى صامد قدام الشيخوخة. هاك الخلاصة ديال هاد الاختلافات البيولوجية بالدارجة. واحد، السيستم ديال المناعة قايد راسو. الباحثين لقاو بلي الناس اللي كيوصلوا ل100 عام عندهم خلايا مناعية immune cells من نوع خاص وقوية بزاف. هاد الخلايا مكتشرفش دغيا وباقا قادرة تهاجم الفيروسات والأمراض وحتى الخلايا السرطانية بكفاءة عالية، بحال إلى الجسم ديالهم كيبقى صغير من الداخل وخا العمر كبير. اثنان، مقاومة الالتهابات. مع كبر السن أغلب الناس كيبداو يعانيو من التهابات مزمنة هي اللي كتجيب أمراض القلب والسكري. الدراسة كشفت بلي هاد المعمرين عندهم جينات وطرق بيولوجية كتخلي جسمهم يطفي هاد الالتهابات بسرعة. يعني الجسم ديالهم مبرد وما كياكلوش الدق ديال الصداع اللي كيوقع مع الوقت. ثلاثة، الدي ان اي ديالهم كيحمي راسو. الحمض النووي دي ان اي ديالنا مع الوقت كيبدا يتخربق ويوقعوا فيه اخطاء. هاد الناس لقاو عندهم ميكانيزمات متطورة كترمم هاد الاخطاء بسرعة، بحال الا عندهم فرقة ديال الصيانة خدامة 24 على 24 ساعة باش تخلي الخلايا خدامة مزيان. أربعة، الميتابوليزم التمثيل الغذائي متوازن. الجسم ديالهم كيعرف يتعامل مع السكر والدهنيات بطريقة ذكية بزاف. هادشي كيحميهم من السمنة ومن المشاكل ديال الشرايين وكيبقى عندهم توازن هرموني كيساعدهم يبقاو نشيطين. خلاصة الهضرة، الدراسة كتقول باللي الوصول ل100 عام ماشي غير زهر أو ماكلة صحية وصافي، بل هو خليط ديال جينات واعرين كيخليو الجسم ديما في حالة استنفار إيجابي ضد الشيخوخة. هاد النتائج غتساعد العلماء مستقبلا باش يلقاو أدوية أو طرق تخلي الناس العاديين يعيشوا حياة أطول بصحة مزيانة healthy aging. باش تبقى ديما في الشباب ديالك وتحافظ على صحتك، السر ماشي غير في المواد اللي كنستعملو ولكن في العادات اليومية. هاك أهم النصائح اللي يخليوك ديما في فورم وكلك طاقة. واحد، التغذية هي المازوت ديال الجسم. بعد من السكر والسموم، السكر هو العدو الأول للبشرة وللأعضاء الداخلية، كيسرع الشرف الشيخوخة. ركز على مضادات الأكسدة، كل الفواكه والخضر الملونة بحال البرقوق الليمون والبروكلي حيت كيحميو الخلايا ديالك من التلف. شرب الماء بزاف، الماء هو اللي كيخلي البشرة مجبدة ومنورة، حاول تشرب على الأقل 2 لتر في اليوم. اثنان، الحركة والنشاط البدني. الرياضة المنتظمة، ماشي بالضرورة تكون بطل، غير المشي السريع لمدة 30 دقيقة في اليوم كيحسن الدورة الدموية وكيخلي القلب شباب. تمارين المقاومة، حاول تهز شوية تقل على قدك حيت كتحافظ على الكتلة العضلية اللي كنحتاجوها بزاف ملي كيكبر الواحد. ثلاثة، النعاس هو وقت الصيانة، 7 ل 8 ديال السوايع. النعاس بالليل هو فاش الجسم كيرمم الخلايا اللي ضاعت بالنهار وكينتج هرمونات النمو. النعاس المزيان كيبان على وجهك وعلى التركيز ديالك. أربعة، تهلا في النفسية والراحة. بعد من ستريس القلق والتوتر هما اللي كيشرفوا الواحد قبل الوقت. تعلم تاخد الأمور ببساطة وتخصص وقت للهوايات ديالك. العلاقات الإيجابية، الضحك والنشاط مع الناس اللي كترتاح معاهم كيرفع هرمونات السعادة وكيطول العمر. خمسة، الحماية من الشمس. الواقي الشمسي، وخا تكون راجل، الشمس هي السبب رقم 1 في تجاعيد الوجه. إلا كنتي كتخرج بزاف للشمس ضروري تحمي وجهك. نصيحة ذهبية، الشباب راه كيبدا من الداخل. إلا كانت النفسية مرتاحة والضحكة ديما كاينة راه الجسم كيتجاوب معاك وكتبقى ديما كتبان أصغر من سنك. شنو هي أكتر حاجة من هادو كتجيك صعيبة طبقها في يومك؟ نزيدك نصائح أخرى اللي كتمس نمط العيش هاجين دو في بشكل أعمق وكتخلي الماكينة ديال الجسم خدامة مزيان. واحد، الصيام المتقطع intermittent fasting. ماشي بالضرورة باش تضعف ولكن باش تعطي فرصة للجسم يدير اوتو نيتوياج تنظيف الذاتي. ملي كتصوم واحد 14 أو 16 ساعة الخلايا كيبداو ياكلوا النفايات والبروتينات الخاسرة اللي فيهم، وهاد العملية كتسمى أوتوفاجي وهي سر من أسرار طول العمر. اثنان، تهلا في الدماغ ديالك. تعلم شي حاجة جديدة، القراءة، تعلم لغة أو حتى حرفة يدوية جديدة كتخلي الروابط بين الخلايا الدماغية ديما خدامة. الدماغ بحال العضلة، إلا ما خدمتيش كيرخى. التقليل من الشاشات، الضوء الأزرق ديال التلفازة والتليفون بالليل كيهلك العينين وكيخربق جودة النعاس. حاول تطفي كل شي ساعة قبل ما تنعس. ثلاثة، العناية بالبشرة والشعر. ببساطة، الترطيب، استعمل كريم مرطب بسيط لوجهك ويديك حيث البشرة الناشفة هي اللي كيبانو فيها التجاعيد دغيا. الزيوت الطبيعية، مرة استعمل زيوت بحال زيت أرغان
ديال التجميل أو زيت اللوز، راه كيعطيو تغذية حقيقية للبشرة والشعر. 4. المكملات الغذائية بعد استشارة. كاينين شي حوايج كينقصو مع السن بحال فيتامين دي، ضروري للعظام وللمناعة وحنا بزاف منا واخا كاين الشمس كيكون عندنا نقص. الأوميغا 3 مزيانة بزاف للقلب والدماغ وكتحارب الالتهابات. 5. الوضعية ديال الجسم posture. حاول ديما ترد البال لظهرك يكون مسرح. الناس اللي كيبقاو محنيين كيبانو شارفين وكياكلوا الدق في العمود الفقري. الوقفة والكلسة مقادة كتعطي هيبة وكتخلي التنفس ديالك يكون أحسن.